السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة في قناتنا الجديدة. يا ريت استأذنك لو بتشوفني لأول مرة ما تنسانيش باللايك الجميل على الفيديو، لأن اللايك ده هيساعد إن الفيديو ينتشر بسرعة. بالاشتراك في القناة، يعني زر الاشتراك مفيش فيه مشكلة، ما بيكهربش ولا حاجة. حبايبي رجالة صباح الفل، بقالنا 3 أيام اللهم لك الحمد وصلنا تقريبا 100 مشترك، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. بادئين من الصفر تاني بعد ما كان عندنا 100,000 مشترك على قناتنا على اليوتيوب، اللهم لك الحمد. هنسمي الله النهارده يا رجاله، وهنتكلم شويه عن جوله في السلاكه. ان شاء الله الحلقه دي هتبقى جوله في السلاكه كده، هفرجك شغلنا وادائنا في اخر شهر 7. ايه الاخبار يا وليد وايه الدنيا؟ وانا ابقى راجل غشاش او راجل مش كويس لو قلت لك احنا خربنا في الفرخ وفي لا، يعني الجو حر، الدنيا صعبة. الحمام كده بنلصبه لحد بس ما نعدي شهر 7 او شهر 8. مجهزين معانا حاجات نشتغل بيها بقى في القلش والكلام ده كله. كل الكلام ده الحلقات دي هتبقى في ميعادها ان شاء الله. بنحاول نمشي الدنيا اليومين دول بشوية فيتامين سي في المية، بشوية رش مية على الحمام، بشوية حمى للحمام، بشوية مثلا اسبرين ولا حاجة علشان الاجهاد الحراري والجلطات اللي بتيجي للحمام والكلام ده كله، عشان نعمل سيولة في جسم فرد الحمام. بنحاول نلصم الحمام. طب وايه الاخبار يا رخم؟ طب وايه الاخبار يا وليد؟ الانتاج والزغاليل والكلام ده كله، يعني الانتاج والزغاليل يا رجاله مش احسن حاجه. ليه؟ الجدري طبعا قرفنا او قرف اي حد، وانا برضو وجه ان انا اطلع اقول لك الكلام ده. انا مش هطلع اقول لك انا وانا والحديد انا في اخر شهر 7. لا، في شغل، في زغاليل، في زغاليل بس خلاص يعني على قدها. اول حاجه زغاليل ضعيفه، زغاليل طبعا الحر مبهدلها، زغاليل الجدري مبهدلها. اللي فرخناه وربنا اكرمنا منه وبعناه بعنا اللهم بارك، طرحتين 3 حمام من نش، شببنا حمام تاني، حمام كويس، وبقينا نعرض ونبيع. في حمام تاني بقينا لنا وبدانا نشبهه بدل ذكوره ونتي بعناهم ماشي. كان موسم الى حد ما موسم كويس. طيب انا والله يمكن انت ربنا كرمك وفرخت، انا كانت الدنيا عندي مش احسن حاجه. هنشوف العيوب فين والنواقص فين اللي كانت ناقصه عندك، ونرجع نكملها كلها ان شاء الله الموسم باذن الله اللي هيبدا الجديد يا رجاله. وهنعرفك بقى ازاي نشيل الحمام من على بعضه، وازاي نجوز الحمام من على بعضه تاني، وامتى ننقل الحمام، هل بعد ما يخلص قلش، هل بعد ما في شهر اول 10، في اول 11. كل الكلام ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الحلقات. طيب يعني انا الحمام لو جينا نسمي الله كده ونشوف اغلبيته مثلا مش بايض، او اغلبيته مثلا مفيش تحته زغاليل. يعني زغلول مثلا حضانه اهوت بظروفها تحت قص مثلا. شوفوا يا شباب، بص عامل ازاي، مش احسن حاجه. انا عندي الزغاليل بتطلع حجمها مرتين. بص الجدري مبهدله ازاي، طلع خلاص. طب هعمل فيه ايه؟ هنموته يعني؟ لا، يعني بنسيبه. بص حتى من فتحه المجمع من ورا برضه في جدري ومأذي جامد وبتاع. وليد انت كنت قلت لنا مره قبل كده انك مصلت جدري. والله يا شباب يعني اللهم لك الحمد، احنا مصلنا جدري فرخنا في 2 و3 و4 و5 و6 لحد اوائل 7 بدأنا نشوف جدري على بسيط كده في الزغاليل. بس اللهم لك الحمد في المجمل كان موسم كويس. يعني مثلا بدأنا نوقف شبابات من حمامنا، بدأنا نغير دم، بدأنا نجدد الحمام، بدأنا في حمام بدأ بقى يقف جديد ما شاء الله. تعالوا بقى نسمي الله ونبص مثلا على انتاج او شويه او جزء بسيط كده من الانتاج او من الشغل اللي احنا اشتغلناه في الموسم او في الشتاء والكلام ده كله. اللهم بارك. يعني وقفنا حتتين صوافه يطلعوا نتي ما شاء الله، وقفنا خضره ماشي، دي الصفيه دي بتاعتنا تمام، كنا شغالين بيها الموسم اللي فات ماشي. النتايه الخضره ديت بتاعتنا. تعالى بقى نسمي الله هنا كده، بدانا نشبب كام حمامه كده كويسين محتاجينهم الموسم دوت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بدأنا مثلا وقفنا 2 روحنا محتاجينهم تمام. وقفت مثلا 10 انجليزيات، انا عايزهم انجليزيات بلومي بحب شكلهم ماشي. وقفنا كام واحده سكروته كده حلوين كده، وبدأنا نشبك فيهم الحمام ده رجاله. فك بقى ايه 5 و6 و7 ماشي. وقفنا اخضر ما شاء الله كويس. عندنا عش يمنيات بالطراطير والشرق يا حوره. انا هنزل لها وقت حبيبتي اشوفها تمام يا شباب. فالحمد لله كان فيه حركه. ما فرختش يا باشا، هنرجع تاني نعيد حساباتنا ونشوف التقصير. هنزل لك اهوت يا حوره علشان نشوف الحمامه اللي مناخيرها بتخر دم هي زعلانه من ايه. تمام يا رجاله. طب يا وليد والله انا ربنا مثلا ما اكرمنيش مثلا الموسم ده بقى وما فرختش. بصوا يا شباب، طيب يا حبيبتي ده مثلا يا شباب ده قر شاب احنا موقفينه السنه دي جديد.
ماشي اهو قدامك اهو، دكر سكروته داخل جديد، ماشي دكر تاني برضو شاب جديد داخل. كل دوت يعني شغل بدأ يتعمل في السلاكه. تمام، بنطور من الحمام، بنعلي من مستوى الحمام، بنعلي من ادائنا، بنشوف اثرنا في ايه السنه دي. دي مثلا شاب هتطلع زغلوله، زغلوله هي طبعا يعني الحمام اللي فرغ لك ده كله فيما قبل الجدري. انا لو وريتك دلوقتي حمام بس انا مش حابب اوجع دماغكم، ماشي هتلاقي كذا زغلول مثلا لا فيهم جدري مش احسن حاجه. عندنا مثلا هنا ما شاء الله قص نش مثلا بيضين، هسيبهم هم ورزقهم يعني. حتى لو جينا نبص هنا كده نلاقي بيضه اهي، بيضه سليمه تمام، والبيضه الثانيه معجونه او بايظه اهي، هنرميها خلاص اتكسرت. ماشي نسحب الدرج كدهوت ونحطها في الدرج علشان تترمى، ماشي وتتشال من على دقارها يعني. ما قلناش خلاص هنفرغ دول. برضو عندنا ما شاء الله قص كروتات نش برضو هنا ما شاء الله عليهم بيضين اول بيض. هسيبهم يعني، انا هعمل نش حتى ما بيشيلوش من على بعضه. بس هو في الغالب بصوا يا رجاله مفيش حصى، ماشي مفيش حصى تمام، مفيش حصى ماشي، مفيش حصى. اغلبيه الحمام مفيش حصى، اغلبيه الحمام خلاص بقى يعني كل سنه وانت طيب الانتاج بدا يقف. اهو ده الزغلول اللي انا جبته اللي انا قلت لك عليه مليان جدري، تحته قص بنفسجيات. عندنا قص قطاطه هنا تحتهم ما شاء الله زغلول ليبه اهوت، ماشي مفيش حصى. عندنا قص هنا استروليه كده قطع كده واخده بلقه حمراء كده بيطلعوا نقوشه حلوه كده شكلهم كويس، تحتهم زغلول ما شاء الله، ماشي. عندنا برضو هنا قص نايمين على زغاليل لبه. عندنا هنا قص ما شاء الله فول ابيض تمام، برضو الحمام فاضي. عندنا بعدهم قص قشر بنادق او حلس قشر بنادق برضو فاضيين. طيب المجمل او الخلاصه ان حضرتك لو نشفت دماغك وما شلتش مثلا الحمام من على بعضه، ريحته مثلا لمده شهر ولا شهرين ولا الكلام ده كله، ايه اللي هيحصل يا وليد؟ يعني ايه اللي هيجرى يعني؟ ماشي ما الدنيا كويسه وخلاص واسيب الحمام على بعضه. الوقت اللي انا مش هشيل الحمام من على بعضه في شهر 7 و8 انا هدفع ثمنه وهحاسب عليه بعد كده في موسم الفرخ. ليه؟ الحمام اصلا اجباري بيقف، الحمام اجباري بيبطل حصى خلاص ما بيشتغلش، ماشي. انا لو قرصت عليه هيبيض لي بدري، وهتلاقيه بقى بعد كده في عز موسم الفرخ اللي هو 10 اللي هو 12 و1 و2 اللي هو المفروض بقى هطلع احلى زغاليل، الجو حلو والجو مناسب، الحمام عندي راجع، وترجع تشتكي تقول هو الحمام عندي ما بيبيضش ليه؟ ده احنا في عز موسم الفرخ، لان حضرتك ما عزلتهمش او ما طلقتهمش في عز موسم القلش. يبقى لازم الحمام كله هيبدا يتشال على بعضه. الايام الجايه دي هتشوفونا هنعمل حلقات عن الكلام ده كله، واحنا بنعزل الحمام من على بعض، واحنا بنشيل الحمام من على بعض، واحنا بنطلق الحمام من على بعض، ونحط الذكوره في بيبانها، بنلم النتي في خماس زي ما انت شايف كده. بص يا شباب، نتايه سكروفه، نتايه صفيه، نتايه خضراء، نتايه ثانيه خضراء، بنبدا نلم الحمام كله في خماس النتي، ونبدا الحمامه اللي تخلص وتجهز بسم الله ونقوم ملاقيينها تاني على دقرات. حبايبي رجاله يعني ان شاء الله كل اسبوع هيبقى لينا جوله في السلاكه. قبل ما اقفل تعالوا كده نتفرج كده على حمامه كويسه او حمامتين كويسين، ماشي. الحاجات اللي احنا مثلا فرخناها السنه دي. بصوا بقى حضراتكم، ده شاب صفا رجاله او مش شاب يعني، والله هو لسه زغلول من فرخنا تمام. هنشوف كده عليه كام كده. طب تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 يا شباب، يعني 8 يعني فاكك 2. تعالى اتفرج عليه كده، هيطلع قطع على بياض، ماشي. لحد دلوقتي في دبوره صيني اهي بس مش عارفين هيطلع ايه. بصوا يا شباب، طبعا انا عندي اساس في الصوافه تكون دماغه مزحلقه من ورا كده، يكون وشه عرض نافوخه تمام. ده زغلول فاكك ريشتين مرفنخيره السنه دي ما شاء الله، هيطلع واد ربنا يبارك مميز. تعالوا برضه نبص على حاجه ثانيه. ممكن حتى بدل احنا واقفين في الخمس ده نجيب اي حمامه وخلاص من الخمس. دي نتايه كنا شغالين بها الموسم اللي فات ده، نتايه وشها عادي جدا، عامل اللي هو الطبيعي بتاعنا
ابو وش او قرطاس رفيع، قرطاسها مش شبعان ولا قصير، بس بص عينيها عامله ازاي، عينيها كتالوج، عينيها مميزه جدا جدا جدا. وانا ممكن اشتغل بالنتايه دي عشان خاطر عينيها وعشان خاطر نافوخها. كل ما عضمها من قدام هنا رافع، كل ما نافوخها اتلم كده ورفع زي ما انت شايف. جتتها كويسه شمال ويمين، ولو انها كان جالها دور تعب كده كنت تحس ان هي بدات تغير اللون. وده من اصعب الحاجات اللي موجوده في الصفحه ان شاء الله. يعني مع كل حلقه كده هنعمل لكم فرجه لحمامه ولا حمامتين. حبايبي يا رجاله، كانت جوله سريعا كده، وكانت يعني ملخص عن اللي حصل في الموسم اللي فات واليومين دول هنعمل فيهم ايه علشان ما تتضايقش. عندك جدري، عندي جدري، زغلك بتموت منك، زغلي بتموت مني. الشهرين دول 7 و8 من اصعب الشهور اللي بتمر على الحمام. حبايبي يا رجاله، كان معكم يا شباب اخوكم الوليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.